في اوروبا والدول المتقدمه عندهم مبدا ان تظبيط الشغل اهم من الشغل نفسه، او طريقه العرض اهم من محتوى العرض نفسه. ممكن يبقى الماتش تعبان جدا، بس مع ملعب نظيف، مع حضور جماهيري، مع تصوير طبيعي مش خرافي، يطلع لك حاجه شكلها حلو جدا وتقابل قبول كبير جدا من الناس، مع ان في الاساس الماتش وحش اصلا. قمة الدوري المصري بين الكبيرين العريقين كبار القارة السمراء، واشهر ديربي في الوطن العربي. المتصدر الزمالك اللي بيفرق نقطتين عن المركز الثاني النادي الاهلي، بسكور شيت مليء بالنجوم تحت مسمى محلية او دولية هنا او هنا، ومدربين اجانب بمدرستين مختلفتين تماما، سويسريه متمثله في كريستيان جروس مع الزمالك، او ارجوانيه متمثله في مارتن لاسارتي مع الاهلي. كل المؤشرات من الفريقين بتدل ان احنا هنتفرج على ماتش كبير جدا، خصوصا ان الزمالك عاوز يأمن صدارته والاهلي عاوز يوصل للصداره. اكيد هنشوف ماتش كبير جدا. نتخيل لمجرد التخيل ان احنا لو كنا سوقنا للحدث ده صح وقبل بطوله افريقيا كان هيفيدنا قد ايه ماديا وتسويقيا بعد كده. خلاص الفريقين جاهزين وكاملين والكل ناوي. اسكت له؟ قمت مديله الماتش في برج العرب. يا عمي الملعب محتاج ملعب، ما تقلقش هظبط لك الملعب، ادهن له النجيل اخضر يا ابني. يا عم الحاج فكره ترميم النجيله دي ازايز الميه اللي بتتحدف من اللعيبه للناس اللي بتبقى واقفه بره، لو واحده فيهم اتخرمت ونزل منها نقطتين هتترفع عن الارض النجيله وهتبقى طينه. واحنا الطقس عندنا في مصر مش مظبط، احنا الصبح بنبقى برد وبالليل حر والدنيا بتشتي كتير وفي اي وقت. طب ما ايه يعني، خليك كرييتيف، نبقى اول ناس في العالم ننظم ماتش في مجمع حمامات السباحه. طيب مش ازمه، تتعوض في حاجه تانية. عندك ايه تاني؟ 15 مشجع لكل فريق. كم الرقم اللي انا سمعته ده صح؟ لا مش صح، هم 30 مشجع لكل فريق. ايوه كده يا عم، انا قلبي وقع. الحاج عامر حسين اتفرج على ماتش الهلال والنصر، شاف التنظيم، شاف شكل الجمهور، شاف الملعب، شاف التصوير، شاف الحكم، فتقريبا سخن قال لا ما ينفعش الكلام ده. 30 مشجع لكل فريق دي فكره فاشله، انا هخليهم 50 مشجع لكل فريق. ها مفيش احلى من كده اهو. اقول لكم على حاجه بس من غير ضحك، احنا في شهر 6 اللي جاي ده هننظم اكبر حدث رياضي في افريقيا، بطولة كأس الامم الافريقية. مش بس كده، لا ده هيبقى بالساعة الكاملة لكل استاد حضور جماهيري، يعني استاد القاهرة 100,000 متفرج واستاد برج العرب 80,000 متفرج وهكذا. ده غير ان الجولة الثالثة من كل مجموعة هيبقى فيها مباراتين، المباراتين هيتلعبوا في نفس الوقت وبحضور جماهيري بالساعة الكاملة. بجد جملة يا كل حاجة وعكسها دي افضل وصف للمنظومة الرياضية في مصر. في مباراة متكافئة تقريبا في كل حاجة، لدرجة ان احنا لو عدينا الفرص الخطيرة هنا وهنا هتبقى متساوية بنسبة كبيرة جدا. في فروق فردية صغيرة كده هنوضحها في وقتها ان شاء الله. من بعد الماتش وانا بدأت اسمع نغمة اصل الزمالك هو المستفاد الاكبر او المستفيد الاكبر من التعادل. طيب بص تعالى نحللها بالراحة كده ونحاول ولو مرة ما نبصش تحت رجلينا. الاهلي في اخر 3 مباريات ليه حقق مكسبين وتعادل، يعني 7 نقط من اصل 9، على العكس الزمالك حقق 3 نقط بس من اصل 9 ب3 تعادلات، والاتنين موجودين في نفس البطولة وغرض الاتنين واحد. تفتكر لغاية دلوقتي ان الزمالك هو اللي استفاد؟ لا يا عم، اصل ده ديربي وله ظروف خاصة ومعطيات تانية خالص، وده بيدور على الصدارة وده بيدور على الصدارة، فالزمالك امن نفسه. جميل، بس احنا لو رجعنا 3 ماتشات لورا كان الفرق 6 نقط مش 2 بس. بعيدا عن النقطة دي، احنا كمنظومة رياضية في مصر عندنا مشكلة خطيرة جدا. احنا خلقنا بطولة جوه بطولة الدوري اسمها ماتشات الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، ولا كأنه ماتش ب3 نقط زيه زي بقية الماتشات، زي ماتش الحرس وسموحة والجونة وهكذا، ودايما بيبقى له الافضلية مع انه في اغلب الاوقات ما بيكونش هو الحاسم. مش دي المشكلة، المشكلة ان احنا ازاي اصلا بنفكر ان يكون في منافسة بطريقة التفكير دي. من وجهة نظري ان الزمالك اتضر بالتعادل ده والاهلي استفاد اكتر من الزمالك بالتعادل ده، ولمجرد التخيل ان كانت الظروف احسن من كده من معطيات المباراة او اللي احنا شفناه، مش هقدر اقول لك اكيد الزمالك كان هيكسب، لا، بس الافضلية كانت هتروح ناحية الزمالك شوية، وده خلاني ازعل على حاجتين. الحاجة الاولانية انك ما كانش ينفع تخسر نقطتين من الاهلي اللي بيطاردك بشراسة جدا، والحاجة التانية ما ينفعش فريق بيدور على بطولة يخسر 6 نقط في 3 ماتشات متتالية. ولكن التفكير راح من الفريقين لجانب واحد، للسيف سايد او الجانب الامن. احنا نزرع قوات حفظ سلام ويبقى الوضع كما هو عليه، ونسيب الحسم الباقي الماتشات، ودي فكرة مخوفاني جدا. ولو الدوري كمل، ماتش الدور الثاني هيكون اتحدد البطل رسميا، وهيكون ماتش تحصيل حاصل، فيا رب يا رب يا رب اتمنى يكون الزمالك هو البطل. المباراة فعلا كانت متكافئة في كل شيء، بس لو بصينا للتفاصيل الصغيرة هنلاقي ان الزمالك كان افضل بكسور من 10%، حتى مش رقم صحيح. هدوء، واقعية، جماعية،
باص مكتمل ما عدا التلت الاخير في الملعب. كفه الزمالك كانت اتقل شويه عن كفه الاهلي. كالعاده لازم الجين الزملكاوي يكون له دور. كان ليه دور جوه الملعب بس حصل خير، بس المره دي كان اكتر بره الملعب. بتلعب ماتش مهم جدا ومن اهم ماتشات الموسم، يتصاب لك 2 من القوام الاساسي وما يكونوش احتياطي، لا ده بره السكور شيت خالص. ولكن رب نفعت الضاره مش رب ضرت النافعه خالص. اتصاب محمود علاء علشان يلعب محمد عبد الغني ويظهر بالمستوى الاكتر من ممتاز ده ويبقى واحد من نجوم المباراه. ويتصاب حمدي النجاز علشان يلعب حازم امام ويقدم واحده من افضل مبارياته في تاريخه مع الزمالك. هدوء، عقلانيه، تصرف بعقل كبير جدا. لاسارتي قبل الماتش قال انا محضر مفاجاه للزمالك، بس بجد بجد كانت مفاجاه حلوه، خدمتنا كتير جدا وريحتنا كتير جدا جدا جدا. شكرا لاسارتي. بيبتدي برمضان يمين واجاييه شمال في محاوله بائسه لتبادل دور التقدم بين معلول ومحمد هاني، ولكن الفكره فشلت فشل ذريع. فيطلب من ناصر ماهر ان هو يضم دايما على اجاييه ويبادل الادوار معاه احيانا في محاوله لفتح مساحات لعلي معلول للتقدم. بس تعامل الجبهه اليمين للزمالك مع الجبهه الشمال للاهلي كان تقريبا زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت بالظبط. زيزو ملازم علي معلول بيخليه يفكر 1000 مره في اي خطوه بيفكر ان هو ياخدها لقدام. ناصر ماهر كل ما بيفكر يتحرك بيلاقي طارق حامد لازق في ظهره. واجاييه كان في رقابه لاصقه من محمد عبد الغني والى حد ما حازم امام. ولو كان حصل مثلا الكره فلتت مره او 2 كان معلول بيتقدم ويلاقي حازم امام واقف قدامه كده. كان تصرف جيد جدا من الجبهه اليمين للزمالك. على العكس الجبهه اليمين للاهلي الشمال لينا كان اللعب فيها بنسبه 90 او 95% فردي. رمضان صبحي بيلعب على عبد الله جمعه. ما انكرش ان رمضان تعب عبد الله جدا، وفكره انك تستخلص منه الكوره كانت صعبه جدا 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 جدا. بس عبد الله جمعه نجح جدا في تمام الكوره معاك والاستحواذ معاك، بس مش هخليك تعمل اللي انت عاوزه، باستثناء كوره او 2 هنقول عليهم في وقتهم. وده ما يمنعش ان عبد الله كان نجم من نجوم المباراه. في اول 10 دقايق الاهلي كان مقفل المساحات على لعيبه الزمالك جدا. ما تستغربش لو لقيت 3 أو 4 لعيبه بيضغطوا على لاعب في خط النص، ده غير انه قرر انه يقابل من بدري جدا. بس لسه في حذر من هنا ومن هنا، والامور مش مبينه اي حاجه. من ناحيه الزمالك فانا قلت ان انا واثق في جروس جدا وواثق في طريقه تعامله مع المباراه، وفعلا كان قد الثقه دي في كل حاجه في المباراه الا التبديلات. الزمالك نازل هادي واقعي من غير اي اندفاع مع حذر كبير جدا تحت مسمى جس نبض للاسارتي. هنشوف هتتصرف ازاي، باستثناء كوره او 2 بس غلط من اوباما، طوليه الحازم الشناوي بيشيلها وهكذا، بس كله تحت مسمى جس نبض لاسارتي وتوصيل رساله صغيره انا هادي اهو، هتتصرف ازاي. اول 10 دقايق الاهلي كان ماسك كوره، مستحوذ، بيمرر كتير، ماسك خط النص، بس برضه الامور مش مبينه اي حاجه. حذر كبير من هنا ومن هنا. فجروس يقول له خلاص معاك 5 دقايق علشان خاطر ناخد ربع ساعه كامله بنجس نبض لاسارتي بس. فعلا في اخر 5 دقايق من اول ربع ساعه لعيب الاهلي بدا يكون في اندفاع، والتفكير بدا يروح ليه ما خطفش جول و2 وامن الشوط الثاني وطبق فكر لاسارتي اللي بيعمله كل مباراه، خصوصا ان الزمالك باين قدامنا طيب خالص. وزي ما قلنا من شويه الاهلي كان بيقابل من بدري جدا. وفعلا جروس بعد اول ربع ساعه بدا يدي اوامر بالتقدم، وبدانا احنا اللي نقابل من بدري. وفعلا لقينا عشوائيه كبيره جدا في دفاع الاهلي وفي الربط ما بين خط الدفاع وخط النص بتاع الاهلي، وقدرنا نمسك خط النص ونتحكم في اغلب الامور في المباراه. بس زينا زي الاهلي اول 10 دقايق مستحوذ بس ما فيش اي خطوره، بس كنا بنوصل اكتر شويه. دقيقه 16 ساسي بيركن الكوره بس ضعيفه شويه، الشناوي بيمسكها. الدقيقه 17 من كتر الواقعيه والجماعيه المبالغ فيها الكوره بتطول من بوطيب وكهربا واوباما، كانت فرصه جول. دقيقه 19 زيزو بيقابل من بدري، ودي الملاحظه اللي قلناها الحلقه اللي فاتت، بيقطع الكوره بيشوط ومش عارف ليه كهربا ما حطش رجله فيه. دقيقه 22 فاول ساسي اللي بين قد ايه ان دفاع الاهلي كان مليان عشوائيه. دقيقه 32 اوباما بيشوط جنب العارضه وهكذا. اول كوره للاهلي كان ممكن يتقال عليها فرصه كانت في الدقيقه 28، وكانت من كوره عشوائيه جدا، ودي كانت اكتر حاجه مخوفاني. تمركز مش صح في ال 18، الكرة بتتريح للسولية على حدود ال 18 وبيشوط وجنش بيشيلها. وبدأ الاهلي ما يكونش الحل قدامه غير في حاجتين، ان هو يعمل عكس اللي عمله اول 10 دقايق ويوسع المساحة في الضغط، ودي كانت بمثابة انتحار مبكر، خصوصا ان سرعة ارتداد لاعبي الزمالك كانت ممتازة. والحاجة التانية كانت في الاختراقات الفردية.
وفعلا لاعبي الاهلي مالوا لفكره الاختراقات الفرديه. شفنا ناصر ماهر عملها اكتر من مره، شفنا اجاييه عملها اكتر من مره وفشل فشل ذريع، وشفنا محمد هاني بيعدي الاول والثاني والثالث والكره بتتقطع وبنروح 3-2 وكهربا بيقع وما بيتحسبش فاول. اغلب لعبنا الجماعي كان في الناحيه اليمين ما بين زيزو لما ابو طيب كان بيميل عليه او اوباما بيميل عليه، وما بين حازم امام. على العكس في الناحيه الشمال كان الاعتماد كليا على فرديات كهربا. السيناريو كان الى حد ما متعادل جدا، الاستحواذ بيروح هنا شويه هنا شويه وهكذا، بس احنا كنا متحكمين في رتم المباراه اكتر شويه. حتى لما كان بيبقى الاستحواذ في رجل لعيب الاهلي وبيبنوا هجمات كان دايما خط ال 18 بتاعنا نقطه انقطاع للكوره، باستثناء كوره في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضايع في الشوط الاول. الونش بيتقل قوي، بيغلط، رمضان بيخطفها بيعديه بيعرضها، جنش ما بيقدرش ينقذها، بتتعكس حلو جدا لناصر ماهر اللي بيحطها بالراس وبتتشال من على خط الجول. ودي كانت اول غلطه لدفاعات الزمالك. ده كان سيناريو الشوط الاولاني. الشوط الثاني بيبتدي بنفس السيناريو بنفس الطريقه بنفس كل حاجه، مفيش غير حاجه واحده بس زياده، هي ان جروس طلب من خالد مطيب ان هو يميل شويه على كهربا، علشان كهربا اللي كان ملتزم دفاعيا بطريقه جيده جدا يلتزم اكتر ويقفل على عبد الله جمعه، خصوصا بعد الخطوره اللي مثلها رمضان صبحي في نهايه الشوط الاول. ما اقدرش اقول الزمالك كان مسيطر اكتر، بس كنا متحكمين في الريتم اكتر. شفنا ابو طيب بيريح بمعلمه لاوباما، اوباما بياخد الكوره بينطلق بيروح، بقينا 3-1، بيقرر انه يدي لزيزو اللي كان اوفسايد، مع انه لو كان بص شماله كان هيلاقي ابو طيب واقف وواخد وضعيه ممتازه للتسجيل، من اسهل الفرص اللي ضاعت. تمريرات الزمالك في كل ارجاء الملعب كانت اكتر من ممتازه الا الثلث الاخير من الملعب، كان ناقص اتقان كبير جدا. في الدقيقه 50 مشروع هجمه خطر جدا، الكره بتروح طويله على زيزو بينجح انه يجيب منها ركنيه. دقيقة 51 انطلاقة ممتازة لساسي اللي بيدي كورة او ثرو باس بس طويل شوية على ابو طيب اللي بيكمل عليها، والشناوي بيفشل في ابعادها، بياخد الكورة ويريحها الكهرباء اللي بيطيرها في السماء. دقيقة 52 بطء كبير من اوباما في استلام الكورة وهدم مشروع هجمة خطر جدا. دقيقة 53 عرضية ممتازة من كهرباء بس معلول بيشيلها، وكان السيناريو كده، مفيش كورة بتكمل. الامور كانت ماشيه كويس جدا، وفعلا الزمالك كان قريب جدا من التهديد ومن التسجيل، لحد ما لاسارتي قرر ان هو يتدخل، بيخرج ناصر ماهر وبيدخل جيرالدو علشان يبقى تركيز اللعب على الاطراف ونسيب العمق للاختراقات الفرديه. بس هنخلي التوزيعه مختلفه شويه، هنودي رمضان صبحي مش وينج شمال، لا LMF تحت الوينج بشويه، وهنخلي جيرالدو ناحيه اليمين بنفس المكان. ومروان واجاييه كانوا عاملين كده بالظبط. ده مروان وده اجاييه، ما تقدرش تقول عليه هو صانع لعب ولا شادو سترايكر، بس هو كان مالي المساحه اللي تحت المهاجم. جيرالدو بيروح يمين بنفس دور كهربا مع الزمالك، الاعتماد على الفرديات وعمل ازعاج. هنودي رمضان صبحي في مكان قريب من معلول علشان يعمل اللي معلول بيحبه، اتقل على الكوره، حط المدافع في ظهرك، اسحبه وتلاقيه لي مساحه اطلع فيها. وفعلا معلول ما ظهرش في المباراه كلها الا بعد التبديله دي، بس الحمد لله ما مثلش اي خطوره، والكفة بقت متوازنة اكتر من الاول كمان. حتى الزمالك ما بقاش متحكم في الريتم او الشوية الصغيرين اللي كان متحكم فيهم قبل كده، وبدأ اللعب سواء هنا او هنا يكون على الاخطاء الفردية للعيبة. الدقيقة 79 حسام عاشور بيقع لوحده، وينج الزمالك بينطلق بيخش ال 18 في كرة خطر جدا، بيعرض والكرة بتطلع ركنية، الركنية بتتلعب بتنزل قدام احداد الجول شبه فاضي، وبيضيع كورة في ناس بتفضل عايشة حياتها كلها علشان يجيلها كورة زي دي في ماتش زي ده وتكتب تاريخ لنفسها. اسهل كورة في المباراة للزمالك، بس قدر الله ما شاء فعل، لعل الله خير. او زي ما حصل مع محمد عبد الغني، ما بيقدرش يسيطر على الكورة، بتعدي منه بتروح لأزارو اللي بيقرر انه يعرض ومن غير ما يبص، الحمد لله. وبتضيع اسهل فرص الاهلي في المباراة علشان يبقى الحال كما هو عليه وتنتهي المباراة، ويفضل الزمالك في المركز الاول بفارق نقطتين عن المركز الثاني النادي الاهلي. في كام حاجة رفيعة بس مهمين جدا عاوز اقولهم. في كورة في اول الماتش كهربا بيستلم بيروح التحام خفيف مع لاعب الاهلي، قام الحكم رايح له وعامل له كده، ودي كانت رسالة لكل اللاعبين، انا مش بحسب اي التحام فاول. اول فاول اتحسب للزمالك كان بعد ربع ساعة، كان الاهلي اتحسب له 4 فاولات. في اواخر الشوط الاول كان الزمالك اتحسب له 9 فاولات والاهلي 6 فاولات، ودي كانت رسالة باينة وواضحة من الحكم للعيبة.
بس محدش قدر يتعامل معاها صح، وشفنا كمية انذارات مش طبيعية الشوط التاني. الحكم ما كانش وحش وقراراته الى حد ما كانت جيدة، ما عدا كام قرار ما كانش صح بس ما يأثرش على مجريات المباراة خالص. بس في حاجتين عايز اقف عندهم. في كرة في الدقيقة 27 ساسي دخل على اجاييه، كرة من وجهة نظري فاول بس ما تستحقش انذار، ادى انذار لساسي. على العكس كرة في الدقيقة 63 بوطيب دخل تدخل عنيف جدا مع حسام عاشور، ومن وجهة نظري هي دي اللي تستحق الانذار. في الدقيقة 27 لما ساسي تدخل على اجاييه وقع، نزل له الطاقم الطبي اتعالج وقام واقف وقام رايح ال 18 والكرة اتلعبت، ما خرجش بره. هو ما خرجش ليه؟ طيب نفترض ان القوانين الجديدة اتطبقت، يعني هي اتطبقت على اجاييه بس وسابت اللعيبة كلها؟ ما علينا، هي دي من وجهة نظري لقطة طريفة في المباراة يعني. نيجي بقى لجروس وتبديلاته وخمس لعيبة عايز اقول لهم ملاحظات مهمة جدا. اول لاعب محمد عبد الغني، انت قدمت مباراة اكتر من ممتازة، وفعلا انت كنت نجم من نجوم المباراة بكل المقاييس. في كورتين في ناس كتير ما خدتش بالها منهم. في كرة في الدقيقة 55 طارق حامد بيطول الكرة بتتقطع منه بتروح لمحمد عبد الغني وضاغط عليه 3 لعيبة، بكل هدوء وثقة وعقل بيقف وبيطلع الكرة صح جدا ناحية حازم امام. ما يعملش الحركة دي الا لاعب كبير جدا. الكرة التانية كانت في الدقيقة 58، الكرة بترجع لمحمد عبد الغني، في لاعب ضاغط عليه بيبص للونش بيلاقي في لاعب ضاغط على الونش، بيبص لجنش بيلاقي مروان محسن قاطع. في نفس اللحظة دي مدحت شلبي قال ان الفزلكة مش حلوة وكان يتصرف احسن من كده والكلام ده كله. ومن وجهة نظري محمد عبد الغني اتصرف صح جدا، انك تقف وتراود الكرة وتلم اللاعب وتروح، اي نعم طلعت منك بره، بس انك تعمل كل ده وتاخد القرار في كام جزء من الثانية ما يعملهاش الا لاعب كبير. محمد عبد الغني لاعب كبير جدا ومستقبل للكرة المصرية. تاني لاعب عبد الله جمعة. عبد الله كان نجم من نجوم المباراة وقدم مباراة ممتازة جدا. عبد الله جمعة عنده حاجة هي ميزة وعيب في نفس الوقت، عنده استمرار الكرة في الملعب اهم من اي شيء، مع ان في اوقات في حالة الهجوم ممكن انك تقع وتاخد فاول احسن من ان الكرة تستمر، او ان الكرة انت تطلعها اوت او تطلعها ركنية احسن بكتير، خصوصا انك بتلعب في مكان دفاعي. في كرة في الدقيقة 13 بتروح له مضغوط عليه فبيقرر ان هو ما يطلعش الكرة بره علشان اللعب يستمر، بيعكسها على حدود ال 18 بتروح للاعيب الاهلي في كرة خطر جدا. في كرة تانية في الدقيقة 54 طالع بالكرة بتتقطع منه بترتد بهجمة مرتدة خطر جدا، لولا محمد عبد الغني كان زمانها جول. حاول تظبط النقطة دي يا عبد الله. تالت لاعب ساسي. خلينا متفقين ان انت ما كنتش في مستواك، وانا مقدر جدا ان الفريق اللي قدامك كان باني طريقة لعبه على الضغط عليك، كان بيضغط عليك ب3 لعيبة. الثقة والهدوء واللعب بكل ثقة ده شيء مطلوب جدا، بس ما يزيدش عن حده. مش لدرجة ابقى على حدود ال 18 بتاعي وابقى عايز اعدي الكرة ما بين رجل اجاييه وتتقطع وتمثل خطورة كبيرة جدا، او ان انا باصي غلط في نص ملعبي. انت بالنسبة للاعبي الزمالك محرك الفريق، انت اول ما بتلمس الكرة كل لاعب في الزمالك بياخد مكان علشان يفتح لك لعب. انك تباصي غلط ده بيعمل ربكة بين خطوط الزمالك، حاول تظبط النقطة دي. رابع لاعب المحترف الخامس في صفوف نادي الزمالك، احمد السيد زيزو. زيزو قدم ادواره الدفاعية بكل امتياز، ده غير انه كان السبب الاول في وقف حركة معلول لحد نزول جيرالدو. في كرة في الدقيقة 14 بيشيل الكرة من قدام معلول في ال 18 بتاعنا، وفي الدقيقة 30 بيشيل ركنية وخد من ده كتير لغاية ما تبدل. شوية بهارات صغيرة وهتبقى علامة فارقة في تشكيل الزمالك، هيبقى ليك بصمة كبيرة جدا. خامس لاعب بوطيب. ممكن يكون الجمهور مش راضي قوي عن اداء بوطيب لغاية دلوقتي مع الزمالك، وفي ناس شايفة ان هي صفقة فاشلة، بس مفيش مدرب على وجه الارض يقدر يستغنى عن بوطيب. جوه ال 18 تلاقي، بره ال 18 تلاقي، ناحية الشمال موجود، ناحية اليمين موجود، مكان صانع اللعب موجود، وفعلا كان باصم على كل كرة بتوصل ل 18 الاهلي. بجد ادوار كبيرة جدا بيقوم بيها بوطيب، لدرجة انه لما وقع بدنيا وما كانش قادر يستلم الكرة جروس ما كانش قادر يغيره، مش لاقي اللي يقدر يقوم بنفس الدور. عن مباراة القمة انا كيحيى بقول لك شكرا من كل قلبي، ولسه مستني منك كتير جدا، بس كل الكلام ده ما يمنعش انك ما بتقدرش تدي 90 دقيقة، ولازم جروس يحاول يظبط النقطة دي. نيجي بقى لجروس، فانت حرفيا اثبتت جدارتك في التعامل مع كل الامور سواء كانت قبل المباراة او جوه المباراة. قدرت تتعامل مع الاصابات وتعوضها بطريقة ممتازة، قدرت تقرأ سيناريو المباراة، قدرت تقرأ فكر لاسارتي، قدرت يكون عندك اكتر من سيناريو تبدل منه اثناء المباراة.
حرفيا كنت ممتاز في التعامل مع كل الامور الا حاجه واحده بس، التبديلات. طيب زيزو خرج علشان جاله شد زي ما كلنا عرفنا. ليه استبعدت ابراهيم حسن؟ طيب بلاش دي، ليه خرجت كهربا؟ طيب كهربا ما عادش قادر انه يعمل الدور المطلوب منه، بس كان نقطة تحول للكورة مهمة جدا، كان بيقدر ياخد الكورة من نص ملعبنا لنص ملعب الاهلي وعملها كتير جدا. طيب ليه بتجبر نفسك انك توصل لمرحلة انك تلعب ب3 راس حربة منهم 2 انت اجبرتهم ان هم يلعبوا وينجات وهم اصلا مش وينجات؟ طب ليه مثلا ما خرجتش بوطيب ونزلت محمود عبد العزيز عشان الطريقة تبقى 4-3-3 وتدي حرية لأوباما، ما يبقاش مهاجم صريح ويملي المسافة ما بين المهاجم وصانع اللعب؟ صدقني انت لو ظبطت حتة اختيار البدلاء والتبديلات، خدها مني بضمان تكتيك يا يحيى، هتبقى مشروع مدرب تاريخي للزمالك. واخر حاجة، احنا كنا وما زلنا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنفضل الاول. الدوري يا زمالك. سلامات.